يعني للأسف في بعض المشايخ يعني كانوا يحذروا الناس والشباب عموما من موضوع الهجرة لدول الكفر، أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، شو ما كان. إنه دير بالك أخي، دول الكفر هنيك أنت مشان مستقبلا، أولادك، بيتك، مرتك، ما بعرف شو، إلى آخره. طب يا شيخنا الفاضل، يا إمامنا المحترم، أنت عارف إنه الشاب أصلا بالدول العربية ما حيكون له فرصة أصلا ليعمل عيلة، فضلا عن انك انت تخوفه من انه فيما لو صار عنده عيلة من خطر انه اولاده يلحدوا او بالنسبة للامور الجنسية وخلافها. فرجاء رتبوا اولويات الشباب وعيشوا بتفكيرهم، بعدين بنتطرق لانه نحن نعمل عيلة. الشاب عم يوصل عمره 40 و50 سنة ماله طايل يقصد سيارة بدولنا العربية. فهمكم كفاية، فشة قهر باخر هالليل.